هنتكلم النهارده في الكبسولة ديت عن عجز الموازنة العامة للدولة. احنا قاعدين نسمع كل شوية من ايام 30 سنة فاتوا انه والله العجز زيادة واحنا مش عارفين نعمل ايه في عجز الموازنة العامة للدولة وعاوزين نخفض الموازنة. وشفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والسيد وزير المالية هاني دميان راحوا قدموا له الموازنة العامة عشان يتم اعتمادها، قال لهم لا العجز كبير، قللوا لي العجز. فرجعوا وبعد يومين ثلاثة راحوا قالوا والله احنا العجز قللناه ب 41 مليار جنيه وكذا. ويبقى ايه هي حكاية العجز دي؟ او ايه يعني عجز الموازنة العامة للدولة؟ علشان اعرف عجز الموازنة العامة للدولة، الدولة دي زي صلاح في البيت وزي حضراتكم كده. في البيت حضرتك ليك دخل محدد اللي هو عبارة عن مرتب حضرتك، او دخلك من الارض اللي انت بتزرعها، او دخلك اللي جاي من المحل اللي انت بتشتغل فيه، او اي دخل ليك معلوم خلال السنة. يبقى ده الايرادات بتاعت الدولة او ايرادات حضرتك. سعادتك الايراد ده بتصرفه، بنفق فيه ايه؟ والله عندي ايجار للبيت، عندي نور، عندي ميه، بدفع مصاريف للعيال، دروس خصوصيه، بنجيب اكل، بنروح للدكتور، انفاقات محدده، مش كده؟ نشوف الانفاقات دي. لو انا دخلي 5000 جنيه انفاقاتي طلعت في حدود 3000 جنيه، فانا كل شهر بشيل 2000 جنيه. ده اسمه فائض الموازنه العامه للدوله. ونقول يا رب ربنا يوصلنا للمرحله دي ونحوش. طيب لو انا دخل ال 5000 جنيه وبصرف ال 5000 جنيه، نقول برضو الحمد لله وصرفنا وما عندناش عجز وده قد ده. انما المشكله بقى اللي احنا فيها ومعظم دول العالم فيها، ان انا ايراداتي 5000 جنيه بصرف 8000 جنيه كل شهر. يا ساتر، طب الثلاثه الزياده دولت ايه هم العجز. طب ما انا اقول اوفر وما اصرفش دولت، نشوف هل دي حاجات اساسيه اللي انا بنفقها ولا لا. طيب يبقى لازم نتكلم ونقول ايه هو العجز ده جاي لي منين. الايرادات بتاعتي اللي جايه في الدوله ارقام محدده جايه من اماكن محدده. الدوله تجيلها ايرادات منين؟ الضرائب اللي بتفرضها على الناس تدخل الدوله فلوس. طبعا الضرائب دي شامله الضرائب العامه، ضريبه المبيعات، الجمارك موجوده، طبعا الضرائب العقاريه هتخش معانا موجوده، تبقى دي ايرادات الدوله اللي داخله كل سنه. طب كويس قوي. في ايرادات تاني؟ في ايرادات تاني نقدر نجيبها. ايراد قناه السويس، طب وماله ده؟ كويس قوي. ايراد الصادرات بتاعت حضراتكم بقى طلعتوا منتج كتير، انتاج زراعي، انتاج صناعي، انتاج طالع، خدمات نقدر نعملها، لمينا الفلوس ديت بعناها للناس بره، جبنا فلوس بقت ايرادات جايه لنا. طب كويس قوي والله. الحكومه نفسها ليها احتياطي نقدي، يعني الحكومه عندها في حصالتها النهارده 16 مليار دولار. دي ما بتحطهمش في الحصاله، دي بتشغلهم سواء في بنوك مصر او في بنوك بره خارجيه، تشتري بيهم اسهم وسندات في الدول اللي بره، تحطهم في بنوك اللي بره باسعار كذا، تشارك بيهم في بعض المشروعات اللي بتدر عائد، فيبقى عائد الاحتياطي بتاعي اللي جاي لي من بره. يبقى انا عندي ايرادات الضرائب بكافه اشكالها، ضرائب وجمارك وضرائب مبيعات وضرائب عقاريه وكله. عندي الايرادات اللي جايه من تشغيل الاحتياطي النقدي بتاعي اللي انا بشتغل، عندي ايرادات قناه السويس اللي موجوده. في ايرادات تاني بتجيلي، في ايرادات والله بيجي سياح من بره ان شاء الله يجوا يصرفوا عندي، فالناس تهيص فنتبسط، فيبقى في جزء من الايرادات. جاي الايرادات منين؟ وهو داخل بنقطع له تذكره اللي هي بتاعه الاقامه، فبناخد منه فلوس. وهو داخل بنقول له والله بتدفع تذكره معينه علشان تقعد على التيكت بتاع الطياره، نعمل له فلوس. لو جه قعد هو في الفنادق بتاعه الحكومه اللي موجوده يبقى بيصرف، يبقى بياخد فلوس. الحكومه عندها هيئات اقتصاديه. يعني ايه هيئات اقتصاديه؟ زي هيئه البترول وقناه السويس وخلافه، دي بتجيب فلوس، فيبقى دولت من ضمن الفلوس الايرادات اللي داخله للدوله. طب كويس قوي. طب الحكومه هتصرف في ايه؟ نقول لهم ايوه، اول بند الحكومه بتصرفه في حدود ال 24-25% من انفاقات الدوله كلها. الاجور، مصر فيها 6.5 مليون موظف عماله ثابته، 562,000 عماله مؤقته. الناس دي بتيجي اول الشهر تاخد فلوس ولا لا؟ بياخد لازم ورق بنك نوت معاه. اخر السنه الناس دي قيمه المرتبات بتاعتها بنتكلم كده في حدود ال 203,000. طب دي مرتبات.
في الدعم الحكومه بتدفعه عشان ادعم المواد والسلع الغذائيه وخلافه، يبقى لازم ادفع ده، ما اقدرش ما ادفعوش. عندي قروض الحكومه واخداها من الناس سواء من جوه او سواء من بره، لازم تسدد والا نتفضح ونتكشف ويعمل لنا افلاس، فلازم ندفع. الربع الباقي اللي فاضل ده هو ده اللي بصرف عليه كله، اصرف عليه على الامن، اصرف عليه على الجيش، اصرف عليه في التعليم، اصرف في الصحه، في المدارس، في اقامه الطرق، في المباني، كل دول فيبقى قليل، يبقى عامل عجز. طب الحكومه تغطي العجز ده منين؟ هتضطر كل سنه، سعادتك عندك عجز في البيت بتاع حضرتك، قلنا بتقبض 5 صرفت 8، ال3 هتبتدي تاخد من حصالات عيالك الاول لو عندهم حصالات اللي هي الحكومه تستلف من جوه، بعد كده باخد من اخواتي، بعد كده من قرايبي، بعد كده باخد من الجيران، صح؟ احنا وصلنا للمرحله دي. لو قدرنا بقى نقلل الانفاقات اللي ملهاش لازمه يبقى احنا بنوفر شويه ونزود ايراداتنا، وهنقول بقى في الحلقات القادمه ازاي نزود ايراداتنا وازاي نقلل انفاقاتنا، يقوم العجز بتاعنا يقل، نقوم نعيش مستورين كده ومحترمين وكويسين.